دهان خشب العود ده اتصمم خصيصا للناس اللي بتجيب خشب العود والكسرة بتقعد وقت قليل جدا في الجمر، فما بتقعدش وقت طويل والريحة بتروح بسرعة. دهون خشب العود ده معمول من خشب العود الفيتنامي تريبل اي بلس. الجودة بتاعته كانت ممتازة جدا، وتقدروا ترجعوا للفيديو بتاعه. حطيت عليه بودرة سحال وبودرة صندل ومخلط عود كمبودي، فطلع معايا بالتحفنة دي. القرص يا جماعة بيقعد اكتر من 10 دقايق، اكتر من 10 دقايق، ربع ساعة. شوفوا التكستشر بتاعه، شوفوا خشب العود، هو اوريدي خشب عود مطحون. يعني اللي يقعد يتفلسف ويقول لي لا ده دخون ما هو دخون خشب العود، انا مسميها دخون خشب العود لانه اساسا معمول من خشب العود المطحون. يغنيكم عن خشب العود الفيتنامي. اللي حابب يجربه هيلاقي فيه ريحة العود الاصلية، خشب العود الاصلي، وفي نفس الوقت هيلاقيه بيقعد اطول او فترة اطول من كسرة العود، وبيدي الريحة الحلوة بتاعت مخلط الدهن العود الكمبودي. الدخون دوت يا جماعة يفوز عن جدارة اللي بيحب اقراص العود او الدخون. طبعا هي ما تغنيش عن العود او خشب العود، لكن عن تجربة ده احسن بكتير جدا جدا، وبيفضل فترة اطول.